أهلا وسهلا بكم مع أبونا شمعون لدراسة القواعد اللغة الأشورية المعاصرة. أبونا فرجينا شو في بجعبتك، يلا. نعم خلي أشارككم النص عادتنا لكل مرة. أنا هقطع عامة الميكروفون والكاميرا عندي مشان يبقى صافي عندك، ها؟ فما لا تقلق، فإذا في أنت اسأل وأنا بجاوب إذا في عندك سؤال. وسع النص فقط، وسع النص. وسع. اوكي هيك واعملوا ايوه هيك مليح استاذ سامي. ممتاز ابونا. يبقى هيك فعلا. يلا. ايوه. على فكرة في أكثر من 500 واحد بشاهد أشرطتك أبونا. جميل. إيه ممتاز. الله. يعني كأنه عندك 500 طالب. أيوه بالضبط. ما في مدرسة فيها 500 طالب. صحيح. يعني نشكر الله في اهتمام وكويس. والتعليقات حلوين. تعليقات آخر أمر حلوين يعني، فما تيأس. إحنا يعني نعملكم اللي علينا وكل يوم بزيد والحمد لله. أنا حطيت قبل 10 دقائق الحلقة 34، قبل 10 دقائق صار عليها 53 مشاهد. فاهم علي؟ والحلقة الأخيرة اللي أنت بعثت لي إياها جاء عليها 651 مشاهدة. جميل. الحلقة 33. فيعني فيها فائدة. نعم. فهم. يلا أبونا ليش لا نحن نمشي نحن. أيوة نكمل. نحن في الحلقة السابقة خلصنا الفصل هذه. أنا أقطع الميكروفون الآن وأنت تتكلم لو على راحتك. خلصنا من أدوات الربط وشفناها كلها، وبعدين اليوم راح نبدأ الفصل العاشر عن الجملة. نجي موضوع آخر من موضوع اللغة الأشورية المعاصرة، وهي الجملة. نشوف كيف هي الجملة في اللغة الأشورية، أنواع الجمل وغيرها، ونعطي بعض الأمثلة حتى يكون القارئ أو المشاهد يكون على بينة. أوكي. فعندنا أيضا الجملة بالآشوري بدغامة. طبعا دي sentence بالإنجليزي. الجملة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات المربوطة ببعضها لتعطي معنى كامل ومحدد. في اللغة الآشورية يجب أن تحتوي الجملة على فاعل وفعل على الأقل كي تكون كاملة، أي أن لا وجود للجملة الاسمية في اللغة الآشورية المعاصرة. يعني بالعربي هناك جملة اسمية، لكن باللغة الآشورية المعاصرة ما في جملة اسمية، لازم يكون بها فعل جملة حتى تكون جملة كاملة. أبونا وضح ما هي الجملة الاسمية. الجملة الاسمية طبعا بالعربي هي مثلا ولد جميل. هذه الولد جميل أو ولد جميل. أيوة. بالعربي يعني ما فيها، يعني ممكن أنه نحن نقول ولد جميل في المدرسة، يعني ممكن أسماء وصفات وحروف جر بدون فعل. جملة ممكن تحتوي كثير من العناصر الأخرى بدون فعل بالعربي. هذه طبعا مشهورة هاي الجملة الاسمية والجملة الفعلية. أما في اللغة الآشورية ما في جملة اسمية، كما أظن في معظم اللغات الأوروبية ما في جملة اسمية. هي جملة لازم يكون بها أقل شيء فعل وفاعل. فعندنا دائما فاعل يجي قبل الفعل في اللغة الآشورية. بس جملة ما ممكن تكون كاملة إذا ما فيها فعل، هذا معناه. أما الاسمية فبالعربي يعني ممكن تكون جملة كاملة بدون أن يكون فيها فعل، هذا هو. والفاعل يمكن بالفاعل باللغة الآشورية يمكن أن يكون اسما أو ضميرا أيضا بالعربي أيضا. والفعل بطبيعة الحال يمكن أن يكون بجميع أشكاله وأزمنته طبعا بالعربي أيضا. أما المفعول فيمكنه أن يكون واحدا أو أكثر، مفعول واحد أو أكثر مفعول، كذلك بالعربي. ومن مختلف عناصر الكلام ممكن يكون اسم، صفة،
ضمير، تمام. بالعربي نفس الشيء، فقط الفرق أنه هو ما في جملة اسمية باللغة الآشورية، أما بالعربي فهناك جملة اسمية مثل ما قلت ممكن تكون بها كثير، جملة طويلة ولكن بدون فعل. أوكي. نجي على أنواع الجمل. هناك أنواع من الجمل باللغة الآشورية كما أيضا باللغات الأخرى. أنواع الجمل زناهت بدغامة. زناهت بدغامة. شوف الميم طائرة، ليش؟ الله أعلم ليش طارت الميم من هنا. أوكي تمام. زناهت بدغامة. types of sentences. لدينا في اللغة الآشورية المعاصرة 4 أنواع من الجمل، أو 4 أنواع. شو غلط 4 أنواع، لأنه هي مؤنثة الجملة. 4 أنواع من الجمل. أولا الجملة المثبتة بالعربي بدغامة. أبونا بنقول 4 أنواع لأنه النوع مذكر، فالعدد مو للجملة صحيح. شوف أنا كان كتبته صحيح. ولا يهمك، بدل ما أكحلها عميتها. يا عمي ولا يهمك أبونا، إحنا بنزاوي رادي يكحلها عمها. أوكي ممكن مرات واحد يكون هيك ما منتبه. أوكي الجملة المثبتة بدغامة سيمايا affirmative sentence، يعني موجودة في كل هاللغات. والجملة المنفية كذلك بالعربي بالآشوري بدغامة مريمايا negative sentence. والجملة الاستفهامية بدغامة شؤلايا interrogative sentence. والجملة الشرطية بدغامة تنوايا conditional sentence. ما أعرف إذا في جمل أخرى بالعربي غير أنواع، بس أنا أظن هاي الأنواع الموجودة، ونحن أيضا بالآشوري هي هاي الأنواع. ورح نجي هسه نشوف كل واحدة على حدة، ننطي أمثلة مختلفة عليها. ناخذ الجملة المثبتة أولا. الجملة المثبتة بدغامة سيمايا affirmative sentence، وهي الجملة التي تخبر عن حدث أو حالة معينة، لذلك أيضا بالخبرية. تمام. بالعربي يسموها خبرية، أما بعدنا نحن لا نسميها بدغامة سيمايا مثبتة فقط. وأمثلة، نجي على أمثلة. وهي طبعا كل الجمل اللي لسه نحن شفناها أكثرية جمل هي جمل مثبتة، جمل خبرية. مثال داود كآخل رابع. داود يأكل كثيرا. حطيت كلها كل العربي تحت كل الآشوري كلمة آشورية كلمة عربية. أوكي داود يأكل كثيرا. لهذا طبعا مرات أنا راح أتجاوز على التسلسل العربي حتى إيش؟ حتى أحط كل كلمة بالآشوري بالعربي تحت الكلمة الآشورية، لأنه الصيغة الآشورية أو السريانية أيضا كلها تختلف عن الصيغة العربية، ولكن أنا أحط هذه حتى يعلم المشاهد أو القارئ ولا يظن أنه أنا كتبت غلط بالعربي. ماذا أرض عربي يعني؟ لا. أوكي. مرقس دميخيل. مرقس نائم هو. بالعربي ما نقول نائم هو، نائم فقط، فهو هذا يكون ضمير مستتر تقديره هو بالعربي هيك. تمام. أما نحن لا، إله هذه هو يكون، يعني مرقس نائم يكون بالضبط، لكن بالعربي ما ممكن نقول دائما هو، يعني نائم هو نائم. أوكي. شموني اسم امرأة بخياطة لا. شموني تخيط هي. أوكي. آتور أيضا اسم بنت. خشلة، شوف الراء هي عليها شرطة مائلة مسكتة. خشلة ذهبت. هذا فعل شاذ هو، لهذا عندنا شو اسمه هذه عليه. آتور خشلة المدرسة. آثور ذهبت إلى المدرسة. هاي اللام إلى، يعني إلى المدرسة. المدرسة. شمعون بشتايل يشرب خمرة. النبيذة أو الخمرة. شمعون بشتايل خمرة. شوف النبيذ أنا حطيتها في المعرفة. ليش؟ لأنه ما عندنا خمرة أو خكمة خمرة أو شيء هذا القبيل، فقلنا أنه كل كلمة آشورية الاسم دائما يكون معرف إلا إذا
جدي قبلها، هاي شفناها في التعريف والتنكير، لهذا ترجمتها أنا شمعون يشرب النبيذ أو الخمر. تمام. بشبتة ذورة يوسف مريوة. السبت بالسبت بالشبتة، شوف بالسبت الماضي ذورة يوسف مريئة كان مريضا كان. أنا لو أكتبها بالعربي كان بالضبط لازم نقول مريضا كان، مريضا حتى يكون كل شيء تحت بعضه. أوكي، فإذا بالسبت الماضي يوسف مريضا كان. مريا إيوة، مريا إيوة، مريا إيوة، ندغمها نقول مريا إيوة بدل ما نقول مريا إيوة، مريا إيوة ندغمها. توما بتآزل الكيس خورة قدمة. توما بتآزل سوف يذهب، بت هذه سوف، آزل يذهب إلى الكيس إلى عند، الكيس إلى عند، خورة إلى عند صديقه غدا. واحدة تحت الأخرى، عند صديقه غدا، قدمة غدا. توما بتآزل الكيس خورة قدمة غدا. هاي هي بعض الأمثلة على الجملة المثبتة والجملة الخبرية. أوكي. هلا نأتي إلى النوع الثاني من الجمل، وهي الجملة المنفية. بدغامة مريماية negative sentence، وهي الجملة التي تدل على نفي حدوث شيء ما، على نفي، هي من نفسها منفية، نفي. ويتم ذلك باستعمال أداة النفي قبل الفعل مباشرة. وأداة النفي في اللغة الآشورية هي على شكلين مختلفين، لا أو ليه. أوكي، لا أو ليه، واستخدام كل منها يعتمد على زمن الفعل. إذن على زمن الفعل الذي يليها، علما أنها تقابل أداة النفي العربية بكل أشكالها. شو بدل لام ألف جتي، أيوة، بكل أشكالها. أوكي، أي لا، لم، لن، ما، وغير، أيضا غير، نكتبها أيضا غير، وإلى آخره. كل أشكال كل أدوات النفي اللي عندنا بالعربي نحن كلها قد قابلها هذه لا وليه. أوكي، ما عندنا كل هذه مثل العربي. أوكي، أدنى أمثلة على حالات استخدام كل من هذين الشكلين، يعني لا أو ليه. أوكي، نجي أولا على لا، وهي الأصلية طبعا. لا تستخدم مع الفعل في الأزمنة الآتية. زمن الفعل عندنا الأمثلة بالماضي البسيط. بالماضي البسيط دعور بشيطة نستعمل لا بدل ليه، لا نستعمل ليه إنما لا. مثلا أنا لشتي لي قهوة، أنا لشتي لي قهوة. أنا لم أشرب، شوف لم، لا لشتي لي قهوة، أنا لشتي لي لم أشرب القهوة. داود لدمخ السباي تمل، داود لم ينم جيدا، لم ينم جيدا البارحة. دانيال لقرأ الدرس، دانيال لم يقرأ درسه، تحت بعضه. اسكولاي لا زلون المدرسة، الطلاب لم يذهبوا إلى المدرسة، لم يذهبوا إلى المدرسة. بالعربي شوف لم 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 بالماضي لأنه فعل هو ماضي البسيط، فبالعربي بدل لا طبعا نستعمل لم، لكن باللغة الآشورية هي لا، لا. أوكي، أيضا في حالة الماضي التام دعوة مقدمة نستعمل لا وليس ليه. أمثلة: أنا لشت والي قهوة، هنا لشت لي ماضي بسيط،
لشتيلي. هنا الماضي التام لشتيوالي. أنا ما شربت القهوة، حطيت أنا بدل لا ما، هنا عربي ما شربت القهوة. أوكي، حتى نشوف كيف أنه ممكن تقابل كل هذه باللغة الآشورية. أنا لشتيوالي قهوة، أنا لم أكون قد شربت أو شيء من القبيل. الماضي هذا الماضي التام لشتيوالي قهوة، ما شربت القهوة. داود لا خلوة دولمة. داود لم يأكل المحشي. دولمة ها. أوكي، داود لم يأكل المحشي. أوكي. وأخرى مثال آخر، دانيال لقري والدرسه. دانيال ما قرأ درسه. دانيال ما قرأ درسه. دانيال لقري والدرسه. اسكولاي الطلاب لا زلوال المدرسة. الطلاب لم يذهبوا إلى المدرسة. إيه؟ هذه في الماضي البسيط نستعمل أيضا لا. هذه على استعمالات اللا. أنا أجيب وأشوف أنه في هالأزمنة هذه ما ممكن نقول ليش تيوالي. لا، لاش تيوالي. ما نقول ليه خلوالة. لا، غلط، لا خلوالة. أوكي. أيضا في صيغة الأمر دائما نستعمل لا ومش ليه. مثلا صيغة الأمر زنابها قودة لا يامت بشمد مريا. لا تحلف باسم الرب. لا تحلف باسم الرب، هذا فعل أمر. لا تحلف. لا، ما نقول ليه يامد. لا يامد شمد. لا ماخيت ليلود زور. لا تضربوا الأولاد الصغار. الأطفال ممكن نقول أولاد الصغار. لا ماخيت ليلود زور. لا تضربوا الأولاد الصغار. لا ياويت راب خليوت قبنونوخ. لا ياويت راب خليوت قبنونوخ. لا تعطوا كثير حلاء إلى أبنائكم. شوف، طبعا بالعربي ما هي لازم نقول لا تعطوا الحلاء كثيرا لأبنائكم، ولكن أنا حطيتها مثل ما هي الصيغة الآشورية. لا يهويت لا تعطوا راب خليوتا كثير الحلاء. كثير من الحلاء ممكن عربي ولكن ما في من، لذلك لم أكتب من. كثير حلاء قا إلى بنونوخن إلى أبنائكم. لا هاود شقلانة باتا. كلمتين بمعنى واحد. لا تكن منافقا. شقلانة باتا منافق، يعني ينظر للوجه، ناظر الوجه. لا تكن ناظر الوجه، يعني تنافق أنه لأنه فلان أنا أتكلم مع فلان وفلان هو مثلا درجته هيك أو هيك أو عنده قوة وعنده سلطة، فأنا أنافق، يعني ما أقول الحقيقة قدامه. هاي نفاق. شقلان بات هذا بالإنجيل كثير استعمله يسوع المسيح. باللغة القديمة طبعا بدل شقلانة نسوي ببه. شقلان بتو نسوي ببه يعني المنافقين، المرائين أو المرائين. اوكي. لا هاود شقلانة باتا. حطيت خط تحت الكلمتين أنه الكلمتين هذه تعني تقدم لنا مفهوما واحدا، يعني تشير إلى مفهوم واحد. لا هاود شقلانة باتا. لا تكن منافقا. لا هاويت شوهران. لا تكونوا متفاخرين أو متباهين. الأحرى متباهين يعني لا تتباهوا. لا تكونوا متباهين. اوكي. فهذه أيضا الثلاث حالات الفعل، الزمن الماضي البسيط والماضي التام وصيغة الأمر، نستعمل لا وليست ليه.
أما ليه فتستخدم مع الفعل في الأزمنة التالية: الحاضر البسيط قائم عيادايا، يتم نفي الفعل في هذا الزمن بحذف الأداة الخاصة به كي، تتذكرون هاي كي التي تأتي قبل الفعل في الزمن الحاضر البسيط، وإحلال أداة النفي ليه مش لا محلها. أي أنا ليه مغبن الجتة، أنا لا أحب الكرة، يعني لعب الكرة كرة القدم. أنا ليه مغبن، بدل هي بالمثبت أنا كي مغبن جتة. كي أحط نفس هذه كي مخ إن جو أوكي. أنا كي مغبن جتة، هذا كان الحاضر البسيط في حالة الإثبات. في حالة الإثبات أنا كي مغبن، أنا أحب الكرة. لكن إذا نريد فيها نقول أنا ليه مغبن. الكي هذه أداة الخاصة للبسيط الماضي البسيط ترفع وتحل محلها أداة النفي، أنا ليه مغبن جدا. بقية يبقى الفعل يبقى كما هو مغبن بدل كي ليه. أنا ليه مغبن جدا، أنا لا أحب الكرة. شموئيل أو صموئيل بالعربي، شموئيل ليه همزم للشانة عرباية. شموئيل لا يتكلم اللسان العربي. أنا حطيت اللسان اللغة، اللسان هنقول للشانة لسان. شموئيل ليه همزم للشانة عرباية. شموئيل لا يتكلم اللسان العربي أو اللغة العربية. شمشة ليه زرقاء من مأروة. الشمس لا تشرق من الغرب. شمشة ليه زرقاء من مأروة، الشمس لا تشرق من الغرب. كخوة النجوم كواكب. كخوة شفت يشبه شوية كواكب. كخوة ليه مبيني بيمامة. النجوم لا تظهر أو لا تبان مبيني في النهار. بيمامة في النهار، النجوم لا تظهر في النهار. هذا هو الحاضر البسيط الذي كما قلنا في حينه يعبر عن أمر يكون دائما في الزمن الحاضر، أو دائما يكون مستمر دائمي الحدوث، وهذا يعني هو الحاضر البسيط. والنفي يكون كذا، والإثبات باستعمال كي، والنفي باستعمال ليه بدلها. أوكي. وأيضا في زمن الماضي غير التام، دعوة عيادايا الماضي غير التام، نستعمل أيضا ليه بدل لا. في هذا الزمن أيضا يتم حذف أداة الفعل كي الخاصة بهذا الزمن، وإحلال أداة النفي ليه محلها. أنا ليه مغبن وطالت جدة. أنا لم أكن أو ما كنت أحب لعب الكرة. أما في المثبتة كانت أنا كي مغبن وطالت جدة، أنا كنت أحب لعب الكرة. أنا ليه مغبن وطالت جدة، هذه لم تأتي. خلي صغرها حتى تجي تحتها. هذه العربية صغرها. أيوة أوكي هلا تمام. أنا ليه ما مغبن وما كنت أحب، أو أحب كنت، هي ليه مغبن وهو كنت أحب. طألت لعبة الكرة. دقت الكرة، لعب الكرة. أوكي. داود ليه أخل ورابة.
داود ما كان يأكل كثيرا. شو ما ليه ما كان يأكل كان كثيرا في الماضي. أيضا هذا الماضي يعبر عن شيء كان عادي، حدوثه كان شيئا عاديا متواترا، لكن في الماضي مش في الحاضر. لذلك الزعامل أيضا كي، ولكن صيغة الفعل تكون بالماضي، ونفيها يكون بأخذ الكي وإحلال محلها ليه، أداة النفي. إذن داود ليه أخلو رابع. داود ما كان يأكل ما كان يأكل كثيرا. دانيال ليه أزل والسينما. دانيال ما كان يذهب إلى السينما في الماضي، يعني أنا عادة ما كان يذهب السينما. أوكي. بختاتي النساء ليه بالخيواو ما كنا يعملنا. ليه بالخيواو جو في بيت دينا. بيت دينا يعني محاكم، بيت دينا يعني بيت الدين أو المحاكم. شوف بالعربي القديم أيضا بيت الدين يسموه كان المحاكم، دار المحاكم. نحن إلى الآن هو القديم، هو من صيغة، هذه صيغة أشورية وسريانية وكلدانية. بيت دينا المحاكم. قمت سابقا يعني النساء ما كنا يعملن في، أرى من جدي، في بيت دينا المحاكم سابقا. قمت سابقا. أي أوكي. والحالة الثالثة التي تستعمل بها ليه بدلا لا هي في الحاضر المستمر. الحاضر المستمر. قائم سعرنايا. في هذا الزمن يأتي الفعل المساعد قبل الفاعل. يعني يأتي الفعل المساعد قبل الفعل الرئيسي عندما تدخل عليه أداة النفي. ليه تدخل أداة النفي؟ شوف ليش؟ لأنه نحن كنا نقول أنا بشتاية من قهوة. أنا دا أشرب هلا دا أشرب، أنا مستمر في شرب القهوة. أنا شارب الآن القهوة، معناه أنا بشتاية من قهوة. تمام. الفعل المساعد هذا إيون يأتي بعد الفعل الرئيسي بشتاية ون. في حالة النفي عندما ننفيه شو نعمل؟ التغيير هو أنه الفعل المساعد هذا إيون يأتي قبل الفعل الرئيسي بشتايا يشربوا، فيكون أنا ليون بشتايا قهوة إلا شاي مثلا. أيواني زيد عليها إلا شاي، ولكن الشاي ما كله صح. ما أعرف، أخذني الوهز كتبت هاي ما في زايد. أنا ليون بشتايا قهوة. أنا لا أشرب أو لست أشرب القهوة. لست أشرب الآن، أنا لست أشرب القهوة بل الشاي. أوكي. خلي أعيدها هذه، لكن شايل أنا بالعربي أيضا كتبتها. إلا شوف يكون أنا ليون لست بشتاية أشرب القهوة إلا بل الشاي. فهلا كل شيء واحد، كل شيء تحته بالعربي تحت الكلمة التي تقابلها بالآشوري. أنا ليون لست بشتاية أشرب القهوة إلا بل شاي. الشاي شاي، هاي شاي نكتبها نحن مثل ما هي من الصين أو الهند جتينا شاي. أوكي. داود ليلة بقراءة درسه. داود ليس قارئا أو يقرأ درسه. داود ليس قارئا درسه. سهرة القمر سهرة. ليلة ليس ظاهرا اليوم. القمر ليس ظاهرا اليوم، أو هذه الليلة يعني اليوم. ليلة شفتوا؟ صار
إذا كانت مثبتة نقول سهرة مبيونة له، هذا الإليه تروح بعد الفعل الرئيسي مبيونة، ولكن عندما ننفيها فتأتي تسبق الفعل الرئيسي، الفعل المساعد يسبق الفعل الرئيسي. ليلة مبيونة أديون. وبهذا نحن نعرف أنه هذه جملة منفية، أولا بإدخال أداة النفي له، وأيضا عملها التغيير هذا. القمر ليس ظاهرا اليوم. اسكولاي لنا بزال المدرسة. الطلاب ليسوا ذاهبين إلى المدرسة. هذا حاضر المستمر في حالة النفي. أوكي. وأيضا الماضي المستمر أيضا يأخذ ليه بدلا لا، دعوة سعرنا. الحاضر المستمر والماضي المستمر، الحاضر البسيط أو الاعتيادي، والماضي أيضا البسيط أو الاعتيادي، وكذلك الحاضر المستمر والماضي المستمر. فهاي المستمر دائما بالماضي والحاضر يأخذ ليه بدلا لا كأداة نفي. هنا أيضا يتغير ترتيب الفعل المساعد والفعل الرئيسي. يعني بدلا من يكون أنا بشتاي ونوا قهوة، أنا كنت أشرب قهوة، يكون أنا لي ونوا بشتاي. شوف هذا كله يجي قبل الرئيسي، قبل هذا في النفي، حالة النفي. أنا لي ونوا بشتاي قهوة، أنا بشتاي ونوا قهوة، أنا كنت أشرب قهوة، أنا لي ونوا بشتاي قهوة، أنا لم أكن أشرب القهوة. مثلا عندما أتيت أنت البارحة أو شيء من القبيل. أوكي. أنا ليه ونوا بشتاي، أنا لم أكن أشرب القهوة. صار يعني اسم سارة زوجة إبراهيم. صر ليوة بتايا من بيته. سارة لم تكن آتية من البيت، أو لم تكن تأتي من البيت. ليوة لم تكن آتية من البيت. صمخة اسم ولد. صمخة ليوة قاشوق التلفزيون. صمخة لم يكن ينظر إلى التلفزيون. نحن نقول على التلفزيون، التلفزيون العربي إلى التلفزيون، ينظر إلى التلفزيون، ينظر إلى الجبل، ينظر إلى أي شيء كان ينظر. صمخة لم يكن ليوا كشوق ينظر إلى التلفزيون. في حالة المثبت شو تصير صمخة قشوقي و، فهذه اي واو تجي بعد الاسم الفعل الرئيسي قشوقي ينظر. قشوقي. صمخة ليوا قشوقي التلفزيون. صمخة لم يكن ينظر إلى التلفزيون. ومثال آخر اسكولاي ليوا مشموع ملبانة. الطلاب لم يكونوا يستمعون إلى المعلم أو للمعلم. اسكولاي ليوا مشموع ملبانة. الطلاب لم يكونوا يستمعون إلى المعلم. ليه أيضا نستعمل ليه بدلا لا في هذا الزمن أيضا. وأيضا في زمن الماضي غير المحدد تأور لم تخمى، أيضا في هذا الماضي نستعمل ليه وليست لا. كذلك هنا يتغير ترتيب الفعل المساعد والفعل الرئيسي. أي بدل أنا شتيون قهوة، أنا قد شربت، انتهيت قد شربت القهوة. أنا غير شارب القهوة، أنا ليون شتيون ليون شتية. شتيون صير ليون شتية. أوكي. هذا المساعد يأتي قبل الرئيسي. ليون شتية قهوة، أنا غير شارب القهوة. شوف حطيت الأنواع المختلفة من الأداة النفي العربية التي لكيما أبين للقارئ بأن هذه ليه هي تقابل كل هذه، ممكن تستعمل بدل كل هذه أدوات النفي المختلفة العربي.
أنا ليون شتيا قهوة، أنا غير شارب القهوة. إسحاق ليلة غير ضئيرة راجع من شولة من العمل. إسحاق ليلة ضئيرة من شولة. في حالة الإثبات كنا نقول إسحاق ضئيرة ليه، هذه إيلة كانت تجي بعد الضئيرة بعد الرجوع، ولكن في نفي تأتي قبله. إسحاق ليلة ضئيرة من شولة. إسحاق غير راجعين من العمل، يعني هو مراجع ما راجع بعد. آدم ليلة قرية الدرس. آدم غير قارئ درسه، يعني لم يقرأ درسه. اوكي. مثال آخر، الطيور لين بريخ من قنة. الطيور غير طائرة من العش، يعني الطيور لم تطر من العش معناه، لكن أنا حطيتها في صيغة الآشورية حتى نشوف شلون الفرق. الطيور لنا غير بريخ طائرة من قنة من العش قنة. فبالعربي شوف قنة هذه الآشورية تستعمل فقط لعش الدجاج قنة، لكن هي قنة هي معناها عش كل الطيور بالآشوري قنة، وما عندنا غير كلمة أخرى هي قنة. الطيور غير لنا غير طائرة من العش. ليش ما قلنا ليلة، قلنا لنا لأنه بريخة، لأن الطيور جمع إيله وإينا، الفعل المساعد فعل الكينونة. أنا إيون هات إيود هاو إيله أخنا إيوخ أختن إيتون آني إينا هم إينا لين هم الطيور غير طائرة من العش. هذا كان الماضي غير المحدد. كذلك في الماضي البعيد نستعمل ليه بدلا لا. شوف استعمالات ليه هي أكثر من لا في الأفعال. في لا كانت فقط في 3 أزمنة كانت نستعملها، هنا لا، الباقية من الأزمنة الفعل المختلفة في الماضي والمستقبل أيضا والحاضر استعمل ليه. ففي الماضي البعيد دور رخيقة، وهنا أيضا يحدث نفس الشيء، يعني أيضا الفعل والفاعل، الفعل المساعد يأتي قبل الفعل الرئيسي. أنا ليون و، شوف ليون الماضي غير المحدد، ليون و الماضي البعيد. أنا ليون وشتيا قهوة. أنا لم أكن قد شربت القهوة. المثبت كان أنا شتيا وقهوة، أنا كنت قد شربت القهوة، لكن أنا ليون وشتيا قهوة. شو الفرق؟ أنه هذا إيون وهذه جتي قبل الشتيا، قبل شارب القهوة. أنا لم أكن، هاي اثنيناتهم هي أكن قد شربت، لم أكن قد هي تقابل لم أكن قد تقابل هذه كلها، لم أكن قد تقابل ليون و شتيا شربت القهوة. أوكي. داود ليوا زيلا الكس خوي. داود لم يكن قد ذهب إلى عند الكس إلى عند صديقه. كس صديقي إلى عند وإلى صديق. بالعربي كافي نقول إلى صديقه أو عند صديقه، ولكن بالآشوري الكس خوره، بما أن هناك حركة يذهب زيل زال يذهب ذهب يذهب، فدائما تجي لام مع كس هو عنده، تجي لام الكس إلى عنده صديقه.
أربلينا وهو اسم بنت، أربلينا من أربيل، مدينة أربيل، أربيل الأشورية، أربعيلا، أربعيلو. أربلينا لم تكن قد رأتك. أربلينا ليوة غزيتخ. أربلينا لم تكن قد رأتك غزيتخ. رأتك جو خلولة في العرس. خلولة العرس، خلولة العرس. فلاخي العمال لواو لم يكن، لم يكونوا، لم يكن، يكونوا، لم يكونوا، لم يكونوا قد العمال لم يكونوا قد فلاخي لواو زيلة شولا أو بدل الإف إيه راح أصبعي راح على التاء التي هي جنبها. بلاخي لواو زيلة الشولة تمل. العمال بلاخي العمال لواو لم يكونوا زيلة قد ذهبوا الشولة إلى العمل تمل البارحة. تمل البارحة، تمل البارحة. العمال لم يكونوا قد ذهبوا إلى العمل البارحة، هذا هو ماضي البعيد، لم يكونوا قد ذهبوا. أوكي، أيضا في حالة المستقبل زون الضعتت نستعمل لي وليس لا. هنا يتم حذف الأداة الخاصة بالمستقبل بت سوف أو سا، وتحل محلها أداة النفي لي كما يلي. بالمثبت كنا نقول أنا سوف أذهب إلى العمل. أنا أين بالآشوري ما كتب. أنا بتآزن الشولة قدمة. أنا ليه آزن الشولة قدمة؟ يعني أنا لم أذهب. هنا لازم أصغر حتى تجي تحتها. أيوة هون أنا لن، شو بالعربي لن، شو عندنا لا، لم، لن، غير، ما بالعربي كلها. الآشوري عندنا فقط هاي لا وليه، واثنيناتهم نفس المعنى، فقط هي استعمالها يكون تبعا لزمن الفعل. أوكي. أنا لي آزن الشولة قدمة. أنا لن أذهب الشولة إلى العمل قدمة غدا. أنا لا آزن الشولة قدمة. أنا لن أذهب إلى العمل الشولة قدمة غدا. أوكي. هو كان أنا سوف أذهب إلى العمل بالإثبات، ولكن أنا لن أذهب. أنا بتآزن الشولة قدمة. خلي أكتبها أيضا. أنا بتآزن شولة قدمة. هذه نجيبها تحت أنا سوف أذهب إلى العمل. هذا مثبت. نفي بتاعي يكون أنا، إيش أجيب هون؟ أوكي، وأجيب هذه
كيف لازم نعمل حتى ننظم كل شيء تحت بعض. أوكي، إذا أنا لا آذن الشغل قدما، أنا لن أذهب إلى العمل غدا، هذا النفي، صيغة النفي، والتي تأتي من صيغة الإثبات كانت أنا بد آذن. إذا بد هذه بد تصير ليه، تؤخذ هذا بد اللي هو شو نعمل، علامة أو أداة المستقبل، ناخذها نحط مع بدلها الأداة النفي ليه آذن، ولكن صيغة الفعل تبقى نفسها آذن آذن. فأنا ليه آذن شغل قدمة بدلا من أنا بد آذن، أنا سوف أذهب، أنا لن أذهب، أو سوف لن أذهب. حتى بالعربي سوف تنشال، شوف مستقبل، ما نقول أنا سوف لن أذهب، لا أنا لن أذهب. فكافي أنه حطينا لن، يعني نحن نفهم أنه هذا مستقبل. وغدا موجود أيضا، غدا هو يوم مستقبل، يوم آتي. بالآشوري كذلك لا نستعمل بد بعده عندما نستعمل أداة النفي، فتنرفع البد وتحل محلها أداة النفي. أنا لا آذن شغل قدمة، أنا بد آذن شغل قدمة، إثبات. أنا سوف أذهب إلى العمل غدا، أنا لن أذهب إلى العمل غدا، أنا لا آذن شغل قدمة. أظن واضح صار. نأتي إلى الجملة الثانية. أنا أخنن ليزر أخط باهشيتا. نحن ليزر لن نزرع خط الحنطة باهشيتا في هذه السنة، وهذه السنة بالعربي ما كل اسم في هذه السنة. أخنن نحن لن نزرع نزرع خط الحنطة باها هذه شيتا السنة. يمي أمي لا أتي الكسلوخن قدمة. يمي لا أتي الكسلوخن قدمة. أمي لن تأتي لعندكم غدا. الكسلوخن لعندكم أنتم، كسلوخن قدمة. اسكولاي الطلاب لآزي. أين ذهبت هذه اللام يا ترى؟ اسكولاي لآزي، لام مسكتة لأنه أصل الجذر هو آزل، فلا يمكننا أن، وبما أنه ليس حرفا من حروف العلة، هو حرف كامل لام، لا يمكن أن لا نكتبها. مثلا في اللغات الأوروبية ممكن ما تكتب حتى الحروف الكاملة في عندما يدخل الفعل في حالات النحو والصرف، ممكن تروح الحروف الكاملة. أيضا في عندنا باللغة العشرية لا، فقط حروف العلة التي هي فقط حرفين، الألف والياء، ممكن أن تتغير أو تسقط بالكتابة. ولكن الحروف الأخرى عندما نريد أنه لا نلفظها يجب أن نسكتها، يجب أن نكتبها، وإلا يتغير شكل الفعل، وسوف يعني يضيع الواحد، يضيع الطريق الرجوع إلى الجذر. يجب أن نحافظ على كل الحروف الواردة في جذر الفعل. شوف، هذا هو منطق أو فلسفة اللغة الأشورية واللغات الأخرى المماثلة. اسكولاي لآزي المدرسة قدمة. الطلاب لن يذهبوا إلى المدرسة غدا. إلى المدرسة هذه المستقبل، في المستقبل. إذن نستعمل هذا لي بدل لا في المستقبل، وفي الماضي البعيد، وفي الماضي غير المحدد، وفي الماضي المستمر، وفي الحاضر المستمر، وفي الماضي غير التام، وفي الحاضر البسيط. ليه؟ ها هي الجمل المنفية وأداة النفي لا وليه. الآن نأتي إلى الشكل الثالث من النوع الثالث من الجمل، وهي الجملة
الجملة، ليش هذه ما أنا مع أوكي خليها الآن لا نخربط الأمور. أوكي مليح جدي مكانها لم تتخربط. خليها هيك. النوع الثالث من الجمل هي الجملة الاستفهامية. شفنا إلى الآن نوعين، الجملة المثبتة والجملة المنفية، والآن الجملة الاستفهامية بتدغامة شو ألايا interrogative sentence. هذه الجملة تستعمل للسؤال والاستفسار عن حدث أو شيء ما. طبعا في لغتنا الآشورية لا يوجد اسم الاستفهام هل أو أداة الاستفهام أو اسم الاستفهام، يسموه معنا بالعربي اسم الاستفهام حسب ما شفت أنا في بعض كتب القواعد العربية اسم الاستفهام هل، لكننا نستعمل علامة الاستفهام، نستعملها هاي علامة، لكن ما عندنا اسم خاص للاستفهام أو أداة استفهام خاصة في نهاية الجملة نستعملها مثل العربي أداة الاستفهام. كما يمكننا تقديم الفعل على الفاعل، نقدم الفعل على الفاعل في حالة الجملة الاستفهامية، أو ممكن أن لا أيضا نعمل هذا، ولكن عادة نعمل هالشيء هذا، أنه مثل ما اللغات الأوروبية الفعل يسبق الفاعل في حالة الاستفهام، الجملة الاستفهامية. هذا فيما إذا لم يوجد أي ضمير استفهام مثل ماني، مودي، من، ماذا، أو ظرف استفهام مثل إيمن، أيك، قامودي، متى، أين، لماذا في الجملة. تمام؟ هي هذه طبعا إذا عندما تكون هناك ضمائر استفهام وظروف استفهام، فهذه طبعا نستغني عن هذا هل. أيضا بالعربي نستغني عن الهل هذه، ولكن نحن عندما لا يكون أي واحد من هذه الضمائر أو الاستفهامية أو الظروف الاستفهامية، نحن ليس لنا هذه أداة هل أو هذا الاسم هل، ولكن فقط نحط هذه علامة، تكفي علامة استفهام في النهاية، ونقدم الفعل على الفاعل. نشوف هلا أمثلة. كي آخل داود رابا، بالمثبتة داود كي آخل رابا، داود يأكل كثيرا. عندما نستفسر عن هذا الموضوع نقول كي آخل داود رابا. شوف أيضا طريقة إلقاء الجملة كي آخل داود رابا. شوف أولا شو عملنا، جبنا الفعل على الفاعل، داود هو الفاعل، كي آخل هو الفعل، يأكل رابا هذه طبعا ظرف كمية. داود كي آخل رابا، يعني يمكننا وكذلك يمكننا أن نقول داود كي آخل رابا، يعني مثل المثبتة ولكن حط علامة استفهام. داود كي آخل رابا أو كي آخل داود رابا، وهذا أصح طبعا نحويا، أن نسبق الفعل على الفاعل. كي آخل داود رابا، يأكل داود كثيرا. هل يأكل هو بالعربي هل يأكل داود كثيرا، هل يأكل داود كثيرا. طيب ليش ما كتبت هل؟ نكتبها سوية يكون أيضا كدرس تطبيقي. هل يأكل داود كثيرا؟ هل يأكل داود كثيرا؟ أوكي. دميخيل مرقس، هل نائم؟ وبالعربي يقول هل مرقس نائم، لكن بالسرياني بالآشوري يخليها هل نائم مرقس. هل طبعا هل ما في، إذن
خلي نشيلها هل. تمام، خلي يكون حتى يكون الصيغة سريانية ولو عربيا تكون. أبونا بالعربي العامي على الأقل ممكن نستغني عن هل. العامي أيوة بالعامي، بس أنا أقول يعني بالفصيحي طبعا. أيوة. وأنا طبعا هنا سأستغني عنها بالفصيح، أنا دكتور فصيحي، ليس لأني ما أعرف كيف إنه العربي، لكن حتى تكون الصيغة أشورية نفسها. تمام. حلو جدا. ميخائيل مرقس، نائم هو مرقس. أيوة. يعني معناه هل نائم هو مرقس نائم. خش لآتر المدرشة، ذهبت آثور إلى المدرسة، يعني هل ذهبت. إلى المدرسة. تمام. أوكي، يعني معنى هل ذهبت لكن ما في هل، ما عندنا هي. أوكي، كتبوا لي شمعون الدرسة، كتب شمعون درسه، أو أجيبه البيت يعني درسه. كتبوا لي شمعون الدرسة، كتب شمعون درسه، يعني هل كتب شمعون درسه؟ استفهام. آزل توم الكسخوري قدمه، مستقبل. آزل يعني هل، نشيل هل. يذهب توما لعندي، لعند أو إلى عند، لعند صديقه غدا. غدا يا ترى، يا ترى يذهب، يا ترى وهل آزل توما الكس خوري قدمه، يذهب توما لعند صديقي غدا، يذهب. أوكي. ماني لمخايا الترعة. شوف هنا عندنا ضمير الاستفهام ماني، من هو، من هو يضرب. شوف بالعربي مكسر هذه هو يضرب على الباب. اوف ليش على الباب، يعني من الطارق على الباب. أما بالعربي الفصيحي بالصحيح عربيا لو نحطها في صيغة عربية، من الطارق على الباب أو من الضارب على الباب، أو ماني له، من هو مخايا يضرب على الباب. مخايا هو بالضبط ضارب، خليه ضارب أحسن. من هو ضارب على الباب، ماني لمخايا الطرقة، من يقرع الباب. بالضبط عربي أصح نقول من يقرع الباب. ومن طرق الباب، من يطرق الباب. طرقت الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني قلت يا إسماعيل صبري، فقالت يا إسماعيل صبرا. هذه إحدى الحزورات بالعربي نتذكرها. أوكي، نرجع إلى الجملة أخرى. مودي ماذا هو نور. مودي لي بكتاوى نينور، ماذا هو يكتبوني نور، يعني ماذا يكتبوني نور. بس أنا حطيتها حتى يكون كل كلمة غير. شوف هنا أيضا المساعد هذا إلي يأتي قبل الفعل الرئيسي. مودي بكتاوي اللي هو
نينور بكتاويلي المثبتة، مودي لي بكتاوى نينور، فالمساعد هذا إيلي يسبق الرئيسي كتاوى. المثبتة نينور بكتاويلي، فنينور يأتي قبل الفاعل، بعدين الفعل الرئيسي، بعدين المساعد تاعه اللي يحدد الزمن تاعه، بعدين أوكي. أما في الاستفهامية أيضا مثل ما شفنا في النفي، فالمساعد إذا كان فعل مركب من رئيسي ومساعد مثل هنا، هذه حالة الفعل المستمر الحاضر المستمر، هو بكتاوي إليه مكون من فعلين رئيسي ومساعد إليه، فيكون المساعد يأتي قبل الرئيسي كما شفنا في النفي، مودي لي بكتاوى نينور. مودي ممكن نقول مودي بكتاوى نينور، لكن أصح مودي لي بكتاوى نينور. ماذا هو يكتب نينور؟ أوكي، نأتي إلى جملة أخرى. إيمن مطيلة بابوخ. متى وصل مطيلة بابوخ أبوك. متى إيمن، متى مطيلة وصل الماضي البسيط بابوخ أبوك. شوف الماضي البسيط بالآشورية هو أيضا يعني يقابل كثير، ينطبق على الماضي البسيط العربي. أما الحالات الأخرى من الماضي شوي معقدة بالآشورية، لأنه الفعل يكون مركب، العربي شوي صعب. أوكي. أوكي، متى وصل أبوك. الجملة الأخرى أيكل قلامي. أين، أيك هو أين. شوف أيك بالقرآن الأيك، ولكن مو هو طبعا بهذا المعنى أظن. أيكل قلامي، أين هو قلمي. أيكل قلامي، أين هو قلمي. قامودي ليود همزومة. أوكي، هنا يعني استفهام ونفي في نفس الوقت. يعني لماذا قامودي، لماذا لا أنت تتكلم. لماذا أنت لا تتكلم بالأشوسي، لا أنت تتكلم. ليوت همزومة. لماذا لماذا لا أنت تتكلم، معنى لماذا أنت لا تتكلم. أوكي. جملة أخرى. مريئة يوسف بشبتة دورة. مريئة مريضا كان، يعني كان مريضا. يوسف السبت الماضي. السبت الماضي ممكن يكون يوم السبت أو يكون أسبوع الماضي. شوف اللبنانيين باللبناني العامي شي جمعة تجينا، شي جمعة القادمة، يعني ممكن يكون جمعة يوم الجمعة القادم ويكون أسبوع القادم، فالجمعة يستعملوها للأسبوع أيضا. نحن بالآشوري هي السبت ممكن نستعملها هالاستعمالين. طبعا هناك أيضا كلمة أخرى مخصوصة للأسبوع وهو شاوعة، ولكن كثير مرات نستعمل السبت، يوم السبت، للدلالة على الأسبوع كله. مريئة ويوسف شبت ضورة. مريضا كان يوسف بالسبت الماضي، يعني هل كان مريضا يوسف في السبت الماضي أو يوم السبت الماضي. مريئة وكان مريضا كان يوسف بشبتة بالسبت ضورة الماضي. شبتة هي بالآشوري
المؤنثة فيكون ورة بدل ورة العابرة الماضية. مريء ويوسف شبت ورة، مريضا كان يوسف بالسبت الماضي. هل كان مريضا السبت الماضي؟ أوكي. هذه هي الجملة الاستفهامية. مختلف، أعطيت أمثلة مختلفة لها. نأتي على أبونا صارت ساعة، وقفونا 5 دقائق وبعدين نرجع. نعم عشان ما يكونش الحلقة، نعطي فرصة للمشاهد. شكرا على تنبيهك. شكرا. اقطع المشاركة مشان أشكر المشاهدين. نعم، سوف أقطع المشاركة. أيوة، شكرا أبونا. اقطع عندك الميكروفون. نعم. شكرا على هذه المحاضرة الجميلة للغة الأشورية، وأنا كتبت بعض الملاحظات وأنت بتشتغل على هذا الأمر. يعني مشكلة هل أنا شفتها في القرآن جاي أكثر من 100 مرة كلمة هل. كنت حاب يعني أعرف ما هي علامات الاستفهام في القرآن، وما هي الفروقات بين القرآن، وهل هناك وهل القرآن أوقات استغنى عن هل كما تفعل السريانية، لكن هذا درس آخر. عليك اللي نطلب من المشاهدين، أرجو المشاهدين أن يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. نتوقف دقيقة ونرجع لتكملة هذه الحلقة.